على الموضوع اللي سقطت وكفرت الشيعة. إذا ترجع لمحمد شلتوت 1963 نفسه هو اعترف محمد شلتوت بأنه المذهب الجعفري أحد المذاهب الخمسة. إذا أنت قارئ ومثقف وتقرأ الكتب لا تطعن. طيب السلام عليكم. أولا اسمه الشيخ محمود شلتوت، وأتحداك إن أنت تجيب الفتوى بتاعته واللي هي الفتوى المصورة اللي الشيعة فبكوها وحطوها عشان ينسبوها للشيخ محمود شلتوت. ازاي الشيخ محمود شلتوت يقول ان المذهب الجعفري مذهب خامس ويجوز التعبد به، ويقول في نفس الكتاب انه لا يجوز نكاح المتعة وانه ليس من الاسلام في شيء؟ اديني يلا الفتوى، اتفضل معاك المايك واديني الفتوى يلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ممكن اسألك سؤال؟ وين محمد شلتوت؟ من اختار محمد شلتوت؟ محمود شلتوت من اختاره؟ ممكن تقول لي؟ ارجوك بين للعالم ليش قتلتوه؟ ممكن تبين لك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله. والله العظيم انت تعرف انا اول مرة اعرف ان هو اغتيل. ممكن تقول لي مين اللي اغتاله؟ والله العظيم انا اول مرة اسمعها منك ان هو حد اغتاله، والله بجد. فممكن تعرفني مين اللي اغتاله بجد والله، بس بمصادر موثقة. اتفضل معاك المايك. امتى اغتالوه وازاي اغتالوه وفين اغتالوه؟ ويا ترى كان سلاح ايه؟ كلاشينكوف ولا ضربوه بالعربية ولا ايه بالظبط؟ يعني احكي لنا عن الحادثة دي شوية يعني. اتفضل معاك المايك. يا ريت حد يسجل الحادثة دي يا اخوانا. اتفضل معاك المايك يا ابو فاطمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ممكن اسألك سؤال؟ انت قرأت اكو كتاب واجزاء طلعت بالستينات 1960 الى 1969 التقريب بين المذاهب في الازهر. قرأت هذه الكتب والمصادر لو لا؟ بس بدك تقرأ التقريب بين المذاهب، اجزاء يسموها كتاب. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا معلش انا بس احكي لي الاول على قصة الاغتيال وبعد كده ندخل في المذاهب. خلاص يعني احكي لي الاول عن قصة اغتيال محمود شلتوت وبعد كده ندخل في المذاهب. اتفضل معاك المايك. ارجوك. سلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تقاطعني، احنا بصدد موضوع المذهب الجعفري. المذهب الجعفري انت كفرت المذهب الجعفري، واذا تريد بانه على زواج المتعة، اذا هسه انطيك مصدر امام الاخوة كلهم والله العظيم. طيب السلام عليكم ورحمة الله. معلش خليك واحدة. اولا انتوا لا تنتسبون لجعفر الصادق. انت مثلا تقول ايه؟ ننتسب للمهدي، واخد لي بالك، ننتسب لاي حاجة، ننتسب لاحمد النجاد، للخميني، ماشي، لكن ما تقول لي ان انت تنتسب للامام جعفر الصادق، فهو براء منكم. قول احنا 12 واخد لي بالك، قول كده، لكن ما تقول لي ان احنا مذهب الجعفري، ماشي، عشان نتفق. وبعدين انت ما تاكل الكلام اكل يا ابو فاطمه، ما تاكل الكلام اكل. انت قلت ان محمود شلتوت اغتالوه، فممكن تقول لي اغتالوه فين؟ في اي حته؟ اتفضل. يا اما تقول والله انا اسف انا التبس علي الامر، تقول التبس علي الامر وانا كنت اظن انهم اغتالوه وطلع ما اغتالوهوش. اتفضل معاك المايك. واحده واحده، ابلع ريقك كده ان شاء الله يا ابو فاطمه. معاك المايك. الو السلام عليكم. اخي محمد شلتوت تريد احكي لك بالقلم العريض اختارت المخابرات المصرية مثل ما اختارت انور السادات. من اختاره؟ مو خالد اصلا هو بالمخابرات. انت ليش تخلي واحد يحكي بالقلم العريض بالسياسة؟ انت تعرف من اختاره محمود شلتوت؟ معتاره ما. السلام عليكم يا عم. احكي بالطول بالعرض، احكي بالقلم العريض بالقلم الواسع، رؤوس اقلام، احكي زي ما انت عايز، مش مشكلة عادي. الغرفة هنا فري، ما فيها مشكلة يعني. احكي، عايز تحكي عن المخابرات المصرية، المخابرات الإيطالية، المخابرات أي
اي حاجه براحتك انت. ولكن انا مش عارف يعني برضه انت بتقول ان المخابرات المصريه هي اللي اغتالت محمود شلتوت، انت جبت الكلام ده منين طيب؟ ممكن تديني موقع او اي حاجه بتقول ان المخابرات المصريه اغتالت محمود شلتوت او حتى اغتيل في الاصل؟ اتفضل معاك المايك. يا عم ابو فاطمه اتفضل معاك المايك وجود لنا، بس انت جبت الاخبار دي منين؟ اصل انا بصراحه مصري والله ما سمعت عنها، فلو سمحت جبت الاخبار دي منين؟ يعني انت جبتها من بطن المخابرات مثلا؟ رحت اداره المخابرات هناك وجبتها؟ ما احنا عايزين نفهم برضه. ايه اتفضل يا ابو فاطمه يلا، وندخل في الخطوط العريضه مالكش دعوه انت، انا يا عم فداك يا عم اتفضل. يا عم ابو فاطمه اصل احنا عندنا الغرفه هنا لاعاده تاهيل الشيعي، واخد بالك يا اخي؟ الشيخ شلتوت كان يقصد المذهب جعفر الاصل الذي يوافق اصلا الفتوى يا عم مكذوب على الشيخ شلتوت. يا عم اكتب انت فتوى بس الشيخ شلتوت وبص على الامضاءات وانت تعرف انها مكذوبه. لا يا عم الحاج مكذوبه والله مكذوبه. روح انت بس اكتب فتوى الشيخ شلتوت وطلعها وانظر الى الامضاءات بس. حتى لو افترضنا دول بعاد كل البعد عن المذهب الجعفري، حتى لو في مذهب جعفري، المايك ونص دخل. لا اله الا الله نص دخل يا اخوان. وطبعا انتوا عارفين مين ونص. اول لما اقول ونص طبعا كل العيون بتقول انه ادهم المصري. طيب والله مساعد. اتفضل يا ابو فاطمه معاك المايك، قول لنا مين اللي اغتاله وقريتها فين حته الاغتيال دي يا الو السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. انا قلت لك يا اخي العزيز المخابرات المصرية تختال وتختال اكبر واحد، مو بس المخابرات المصرية، كل المخابرات بالعالم. مثل جون كينيدي منو قتله بامريكا؟ السلام عليكم. يا عم سيبك من جون كينيدي دلوقتي وسيبك من اي حد تاني. انا بقول لك انت بتقول ان المخابرات المصرية اغتالت محمود شلتوت، فانت قريتها فين؟ انا اعرف ان الراجل مات موتة طبيعية، لكن انت قريتها فين ان المخابرات اغتالته؟ اتفضل معاك المايك يا ابو فاطمه. لا يا اخوانا بالله عليكم ما حد يجي جنب ادهم نص يا اخوانا. سيبوه يا اخوانا ادهم نص، سيبوه كده يرطع في الغرفه. ما عندكم اي شيء يا اخوانا ولا مشكله، حطوا له برسيم بس. يا نص يا ادهم نص، ايه رايك يا ادهم نص؟ تعرف ليس الكرار يا ادهم نص قال انا في شريط عندنا مسجل ليه بيقول يعني لو في اي واحده جيبوها لي، ولا انا مش زي ادهم، ولا انا ما عنديش اللي عند ادهم. فيا ترى كان بيتكلم عن ايه يعني؟ والله بكلمك بجد والله. طب اسمع انا هسمعك هو والله العظيم يا اخوانا انا ما بضحك يا اخوانا في الحاجات